أهلا بكم في النجم الصاعد. عندما يكون الأساس في البيت الداعم الأول للاعب، سيكون هذا اللاعب بطراز عالي. لماذا؟ لأن الأساس وتحديدا الوالدين عندما يشجعون هذه الموهبة، سيكون هذا الموهبة على أتم استعداد للعطاء لأكثر من سنوات، لأن الدعم المعنوي والنفسي له أثر عظيم على هذا اللاعب، وخصوصا عندما يتلقى هذا التحفيز من أقرب الأشخاص له وهم والديه. نجمنا لهذا اليوم من الخليج وتحديدا الدوحة، ابن الذئاب السد جاسم العبد الله من مواليد 2009. لنتعرف سويا على نجمنا لهذا اليوم جاسم العبد الله. سد مع امكانيات جاسم يوسف راس الحربة، كان سجل هدف التعادل. وكان هل هي امكانيات جاسم يوسف او اخطاء دفاعيه؟ لا هو لا، جاسم لاعب عنده امكانيات. جاسم انا اقول جاسم من الاهداف الاول والثاني استغل الفرص، لكن هناك اخطاء دفاعيه يعني كبيره في دفاع الريان سهلت على جاسم المهمه. لا احيانا حتى لو انت اخطاء دفاعيه ما عندك مهاجم نفس جاسم، صعب انك تسجل تتفوق يعني. بس جاسم يوسف العبد الله من غيره. جاسم لديكم لا خوف عليكم يا سداويه. قدر الزعيم يضيف هدف ثاني في الدقيقة 68 سجله كابتن الفريق جاسم العبد الله. الدقائق الأخيرة من المباراة كانت مثيرة، لكن الزعيم والدة جاسم ذهبت به إلى نادي السد لتبرز موهبته، فأصبح هداف الكأس ب 15 مساهمة، حيث أنه لعب 15 مباراة ب 18 مساهمة. جاسم العبد الله هداف الأمل ب8 أهداف والكأس ب5. تحت 14 سنة هداف قادم لناديه وأيضا لمنتخب قطر في المستقبل. أصدقائي، كان معكم محمد الإبراهيم في برنامج النجم الصاعد كما عودناكم كل يوم ثلاثاء. كونوا سعداء.